عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناتكم سارة سافور في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا هاد الفطائر بحشو اقتصادي، عجينة سهلة وخفيفة، والحشو تاعها يكون اقتصادي، يعني تسلك في كي نكونوا حايرين واش نطيبوا، في نفس الوقت تشبع وبنينة، ودراري كامل يحبوها بهاد الطريقة هذه. نتمنى تجربوها وخلوا لي رايكم توجور في التعليقات. ما نطولش عليكم، نروحوا مباشرة للطريقة تاع التحضير. نجي هنايا ندير عندي كاس حليب دافي، نضيف عليه مغرف صغيره نتاع خميره تاع الخبز، خميره فوريه، ونزيد عليه مغرف كبيره سكر. نخلط هاد المقادير مع بعضهم شويه ونغطيهم ونخليهم يتفاعلوا لي واحد 5 دقائق، يعني نخلو هذيك الخميره تتفاعل واحد 5 دقائق ونرجعوا نكملوها. ورجعنا بعد ما جازوا هذوك 5 دقائق، شوفوا الخميره تاعنا كيفاش تنفخت وتفاعلت. نجي دركاتيك نضيف عليها 2 كيسان فرينه، وندير مغرف صغيره نتاع الملح. انا كنراح لي هنا المقطع، ما تنساوش مغرف صغيره نتاع الملح. على كل راح نخلي لكم المقادير مكتوبين كامل في صندوق الوصف. وعندي مغرف كبيره نتاع لا مارغارين، تقريبا 30 غرام تاع مارغارين. نضم هاد العجينه في بعضها هكذايا بلا ما ندلكها، نحاول كيفاش نضمها برك. نجي نزيد الكاس الثالث تاع الفارينه، يعني هاد العجينه تاخذ لي تقريبا 3 كيسان فارينه. ندير 2 كيسان الاولين والكاس الثالث نبقاو نضيفوا فيه بالعقل باش ما تيبسناش العجينه، يعني رانا نضيفوا ونشوفوا العجينه تاعنا القوام اللي نحبوه. نحطوها على جنب تخمر، ونجو درك نديرو الحشو تاعنا. جبت هنا 2 حبات طوماطيش اللي كانوا حموره وطريين، نقطعهم هكا اون بتي دي. تحبي ترابيهم ماشي مشكل، مي انا نفضل نخليهم هكذايا. نديرهم في المقله، نجي نضيف عليهم 2 سنينات توم اللي كنت كرازيتو برك هكذا وقطعتو دي مورسو شويه كبار. ندير عليها 2 مغارف تاع الزيت، مغرف صغيره نتاع الملح، ونديرها على النار طيب. بهذه الطريقه نديروها فوق النار طيب. بعد ما نشوف هذيك الطوماطيش تاعي بدات تطلق في روحها وبدات تطيب لي، نجي نضيف عليها 2 حبات طرشي اللي كنت شويتهم من قبل ونقيتهم، نقطعهم ثاني تكدي بتي مورسو هكذايا، ونزيدهم على هذيك الطوماطيش. وبعد ما طيب لي هاد التكشوكه ديالي هاديه، راح نضيف عليها انايا بلون دو بولي اللي كان قعد لي من قبل، وراح نضيف عليها شويه زيتون ايفيلي. تقدروا تزيدوا عليها فيونداشي، تقدروا تزيدوا عليها الطون، يعني الاضافات نتي واش حبيتي، والحشو نتي ديري واش حبيتي. يعني تقدروا تاخذوا العجينه هذه كقاعده والحشو تغيروا فيه كيما تحبوا. نضيف عليها قلت هنا بلون دو بولي اللي كنت قطعته، وعندي زيتون ايفيلي، نخلطهم ونحطها على جنب. ورجعنا هنا العجينه تاعي انا بعد ما خمرت لي كنت قطعتها هكذا دي بولات، شكلتها دي بولات وخليتهم زادوا يريحوا لي. الكميه هذيك خرجت لي 8 لي بولات ملاح يعني. نجي نفتح العجينه تاعي بهذه الطريقه، نحاول كيفاش نفتحها تكون رقيقه شويه، ونجي ندير الحشو تاعي في الوسط، نديرو بهذه الطريقه هذه، ونضيف عليه الجبن ابيض، فروماج بلون، يعني حتى الفروماج ديري نتي واش حبيتي، فروماج بلون، فروماج غابي، نتي واش تحبي تاكلي. ونغلقهم بهذه الطريقه، نحاول كيفاش نحكم مليح الجوانب باش ما تفتحليش وما تخرجليش هذيك لافاخس. انا هنا راح نطيبهم في البانينوز، تقدري تطيبيهم في المقله تكون شويه ثقيله، ولا طيبيهم في الطاجين ماهوش مشكل. المهم تعطي لها وقتها في الطياب، طيبوها على نار تكون متوسطه ماشي نار قويه، ماشي تزربت العجينه هذيك تحمر لنا من برا طيب والداخل تقعد لنا خضره، لازم نخلوها طيب في غرضها. كما قلت العجينه هذه تقدري تاخديها كقاعده وتغيري في الحشو نتي كيما حبيتي. نزيد نشكل وحده قدامكم بهذه الطريقه، يعني حتى الشكل يقعد اختياري، تقدري ديريها دي كاري، تقدري ديريها دي مدوره، ديريها كيما حبيتي. العجينه هذه تجي بزاف خفيفه وطريه في نفس الوقت، والحشو هذا يجي بنين، يعني اقتصادي وبنين، ونقدروا نغيروا فيه كيما حبينا، ونقدروا نديروا اضافات كيما حبينا حنايا. انا نكمل نشكلهم قدامكم بهذه الطريقه. قلت برك لازم نخلوها طيب في غرضها. وهاي ليك النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها. هم ليك هذوك الفطائر تاوعنا كيفاش طابوا لنا شابين. نفتحها قدامكم انا. هاي ليك العجينه طيبه طريه خفيفه، والحشو تاعها هذا بزاف بنين واقتصادي.
يعني نتمنى تكون عجبتكم الوصفة هذه، ونتمنى تجربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركوش في القناة ماذا بيا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دايما جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفات